فريق ما بيعرفش يجيب بطوله. لكن لان مقومات البطوله زي ما بقول لحضرتك مش بس هو عنده كل المقومات على فكره. يعني سان داونز تاني اعلى قيمه تسويقيه في افريقيا بعد النادي الاهلي، فما عندوش مشكله فلوس. عنده اداره، عنده رجل اعمال، موتسيبي الصغير بيصرف عليه، بنشوف صفقات على اعلى مستوى، صفقات من كل حته في الدنيا، عنده جمهور، عنده القاب على المستوى المحلي وعلى مستوى دوري الابطال. فيعني ما تقدرش تقول عليه فريق ما عندوش شخصيه البطل قوي، وعنده طموح اكيد يعني، وبيظهر في كل نسخه. يعني عارف دايما ايه في الاول كده، اول ما يخطفك يعني تلاقي الناس كلها بتقول لك اوف سان داونز سان داونز سان داونز، وبعد كده بعد شويه تلاقي سان داونز مش موجود. ما هي دي اللي بقول لحضرتك عليها. يعني انت ممكن توصل، يعني اشوف ارقام سان داونز ان هو سيمي فاينال يوصل، ضمن ربع النهائي يوصل. لكن ما يقدرش يجيب البطوله. يعني زي ما هو جابها على حساب الزمالك 2016، دي اخر مره جابها مع موسيماني برضه. وهتلاقي الاداء هم يعني نفس مجموعه اللعيبه. من 2016 في لعيبه كتيره من السكواد اللي موجود ده طبعا هو اللي فاز بالبطوله 2016. هتلاقي الاداء جيد في دوري المجموعات، هتلاقي الاداء جيد وبيقدر يعدي الادوار. زي يعني ممكن نشبه الاهلي شويه في دوري ابطال اوروبا. يعني الاهلي زي ريال مدريد. يعني ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا خليها زي المان سيتي بقى دلوقتي. لا لا، انا بتكلم على السنه اللي فاتت لما ريال مدريد خد البطوله. كنا ليفربول كان هو فنيا اجهز، وكان حالته البدنيه والله السيتي برضو كان هو اللي اجهز واجمد وكل حاجه، وبعد كده تلاقي ريال مدريد هو قدر يحقق البطوله وعرف ياخد البطوله. فهنا في فرق ممكن تأدي بشكل جيد. كنت بتشجع الريال شكلك في الماتش الاخراني ولا ايه؟ لا السيتي. طب هارد لك هارد لك. لا، ففعلا هنا مقومات البطوله بتبقى عند فرق معينه. يعني عند الاهلي بتبقى موجوده، ان الوداد يوصل برضو اكيد عنده مقومات البطوله. شفت الجيم، شفت المباراه النهارده؟ اتفرجت عليها طبعا. لا الوداد هي بخطا طبعا من سان داونز. لكن الوداد عنده اصرار وعزيمه، وده اللي انا كنت بتكلم فيه دايما الفتره الاخيره، ان فريق الوداد قريب شويه الروح والعزيمه والاصرار من النادي الاهلي. فلا انا كان افضل لي ان احنا نقابل كنت تتمنى الوداد، بس كنت شايف ان فرص سان داونز كانت اكبر وخصوصا المباراه الاولانيه هناك في الوداد. فريق بيلعب 9 وبيقدر ان هو يتعادل خارج ملعبه. لكن شوف انا مفتاح المباراه دي كان بالنسبه لي 0-0. تعرف لو المباراه انتهت 1-1 اقول لك سان داونز هيخلص لكن ال0-0 ده معناه انه اي هدف يسجله الوداد هيصعب بشكل كبير جدا. فيها ريسك كبير جدا، وكان وارد وطبيعي ان الوداد يسجل. يعني الوداد فريق شرس، بيقدر ان هو يستغل الكور الثابته بشكل جيد. لكن انا كان افضل لي ان احنا نلاعب الوداد، وانا مطمن ان شاء الله ان النادي الاهلي ان شاء الله مع الوداد هيقدر يحقق البطوله ان شاء الله باذن الله. عندهم مدير فني جديد اسمه فاندر بروك. الوداد شفته يعني اول ماتش اشوف الوداد النهارده تحت قيادته. يمكن شفتش ماتش الذهاب اللي انتهى 0-0، لكن دي اول مباراه اتفرج على الوداد تحت قياده فاندر بروك، مدير فني هولندي. ممكن ده بيدي حافز للعيبه. بيدي حافز للعيبه. المدير الفني الجديد لما بيجي في نص السيزون يلحق يعني يفوق فرقه، يحط بصماته مثلا، يحط بصمه نفسيا، يبقى في شده يعني في نص موسم، ولا ده صعب؟ يعني فوزه النهارده او تاهل الوداد النهارده ما يحسبش قوي لفاندر بروك زي ما بيقولوا. اكيد تغير اي مدير فني بيدي دوافع للعيبه، وخصوصا اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك، خصوصا اللعيبه اللي ممكن تبقى لسه راجعه من الاصابه، لان الراجل لسه جاي مش عارف حد من اللعيبه. هو بياخد تقارير من المدير الفني السابق، لكن بيبقى مضطر ان هو يشوف كل اللعيبه. وهنا من صالح الفرقه ان اللي بره خالص عايز يثبت نفسه، ان لا انا كان المدير الفني اللي قبل يدخل ان لا انا كان جدير ان انا اتمرن كويس. هتلاقي كل السكواد بتاع فريق الوداد بيتمرن كويس، شادد نفسه بشكل جيد. اللي بيبقى بعيد عن التشكيل بيبقى مريح شويه، بيبقى داون يعني، بيبقى مريح وخلاص. هو المدير الفني مستقر على 16 لعيب 14 لعيب، لكن لما بيجي مدير فني جديد كله بيشد والراجل جاي مش عارف حد. فهتلاقي كل اللعيبه شاده نفسها. اللعيب اللي بيشارك اساسي بيدوس على نفسه اكتر، لان انا عايز اثبت نفسي ان انا جدير، ان انا كنت الفتره الاخيره ان انا بلعب في المكان دوت. هنا العمليه التنافسيه دي اللي موجوده داخل النادي الاهلي حاليا، ان انت في كل مركز في 2 أو 3 لعيبه. دي بتدي افضليه للتيم، دي بتدي حيره زي ما حضرتك قلت للمدير الفني، ان هو عندك كل ال20 لعيب او ال25 لعيب جاهزين ان هم يشاركوا. ده بتدي اللعيب الاساسي بيبقى حريص على مركزه، وان هو مش عايز يسيب مركزه بتألقه طبعا داخل الملعب.
ده بيدي افضليه للفريق بشكل عام يعني. ايه اللي